السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتة بتقول ان هي ساكنة في بيت عيلة، بس علاقتها كويسة بأهل جوزها وكده. فبتقول بما ان الأجازة جت فاخدت عيالي ورحت قعدت عند أختي أسبوع، ولما جيت قال لي عزمي أمي وأختي. قلت له مفيش مشكلة، عزمتهم، عملت لهم عزومة كبيرة وجم وسهروا معانا ومشوا الفجر ومفيش أي حاجة. فأنا تاني يوم وضبت الشقة وخلاص بقى أرجع حياتي الطبيعية. كان عندي علبة دهب كده، انا حطاها في الأوضة في حتة معينة. انا بعد ما خلصت خلاص بقى قلت البس ايه والبس حاجتي وخلاص، ادور على علبة مش لاقيها، ادور مفيش. المهم رحت متصلة بجوزي قلت له حصل كذا 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 ومفيش حد دخل بيتنا غير اختك وامك ما بتتحركش لكن اختك اللي بتلف ورايا. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني انا بقول لك ان علبة الدهب مش موجودة ومفيش غير اختك اللي دخلت الشقة. قال لها طب خلاص ماشي. قلت له قعد يبرطم ويشتم على اهله يعني وكده، وراح رايح عند امه واخته. كانت اخته هناك يعني، دول قعدوا يتخانقوا مع بعض واخته قعدت تصوت وخربوا الدنيا مع بعض، وامه زعقت له وشتمته وقالت له ما تجيش عندي تاني وما تعرفنيش تاني وهقطعك العمر كله. واخته قعدت تصوت وقعدت تعيط وانت بتشك فين، انت بتسرقني، انت بتعملني. المهم ايه، قعد لحد وقت متاخر وجه، كان زعلان ومتضايق وعمال يشتم فيهم، ده عالم فيها، ده عالم مكفيها، ده اللي ومعلش وما تزعليش وحقك عليا وانا هعوضك الذهب اللي اتاخد، انتي ما تعرفهمش تاني مالكيش دعوه بيهم، ما تكلمهمش والكلام ده. وانا ساكته ما بتكلمش، وانا عماله اهيص معاه يعني ازاي ده الذهب غالي، ياخده ازاي؟ ياخده ازاي حاجتي، ده عالم فيها، ده عالم مكفيها. وهو باصص لي وساكت ما بيردش عليا، يعني انا بغلط فيهم وهو ما بيردش عليا. المهم عدى كام يوم، هو بقى زعلان مش بياكل ومش بيشرب، متضايق، مش متضايق مني بس زعلان من الموقف يعني. وقال لي ما تكلمهمش ولا تروح لهم وانا هعوضك. وزعلان، وانا عارفه ان هو مش زعلان عشان خاطر، هو زعلان عشان خاطر الموقف طبعا، وان هو بيكلمهمش، وانا مش عارفه اعمل ايه. المهم ايه، في يوم كده بروق الدولاب عندي، وبكلم اختي في التليفون بقول لها ده ايه، والله يا اختي انا ايه بروق كده ومش فاضيه. قالت لها ايه، انا بتصل بيك عشان اقول لك في الجليب اللي انت كنت جايباها وانت جايه لقيت فيها علبه دهب. فبتقول تنحت كده وسكت. فقلت وارد ان انا كنت واخده، احنا قعدنا اسبوع فكنت واخده هدوم، وفي هدوم انا يعني ما جبتهاش كلها، فكده يبقى صح. يبقى انا حطيت علبه الدهب في جلابيه من الجلاليب وطبقت عليها وخدتها معايا وانا ماشيه. فبتقول ضميري قعد يأنبني. المهم رحت متصله بيه، معلش حقك عليا، اختي اتصلت بيا قالت لي كذا 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 كذا. بيقول قعد يشتم، اول مره يشتمني طبعا انا ساكته مش قادره اتكلم. فبقول له طب ما انا كنت ممكن ما اقولكش وتفضل كده على طول وساكت وخلاص، وانا مش هتكلم، بس انا قلت عشان ضميري ما يقلبنيش واظلم اختك واهلك وكده. قال لها تظلميهم؟ طب انا هروح لهم النهارده وهراضيهم، وانتي ليكي بقى موال معايا تاني، بس خدي بالك ان هو مش هيعدي، الموضوع ده مش هيعدي، ده انت يومك وفيكي. وقعد قلت له اول مره يغلط فيا، يوم اسود عليكي، يوم فيكي، يوم كفيكي اهلك واللي جابوكي. وقعد يشتم جامد. طبعا راح، كانوا زعلانين منه جدا، قعد يراضيهم طبعا. قعد يجي 3 ايام هناك، طبعا بقى كده رضوه يعني، رضاهم وكده، بس زعلان مني مش عايز يجي. وانا خايفه اخد العيال وامشي، انا غلطانه، بس ماشي، ما يجيش يقول لي بقى ايه روح اعتذر لهم عشان كرامتي. كرامتي ما تسمحيش ان اروح اعتذر له. انا شايفاك انت يعني، انت بجحة شويه يعني. يعني انت سرقتيها، سرقت اخته وخليتيهم كلوا في بعض وغلطوا في بعض، وانت كرامتك نقحة عليكي، واللي اتظلمت دي وسرقتوها عادي. انت غلطانه تعتذري لها، ما تعتذريش ليه؟ ما انت غلطانه في حقها، انت واخوها. ايه كرامتك؟ فين كرامتك؟ انت عملتي دربكه من غير اي لازمه. طب ما كنتي سالتي اختك اقرب، ايه المشكله لو كنت سالتيها؟ سبت عندك حاجه، في حاجه دوري حاجه ولا عندك
لكن انت استسهلتي الغلط على طول. اختك حتى واختك حراميه ليه؟ يعني ليه؟ بنت ناس وكويسه وبتقولي كويسين مع بعض ومفيش حاجه. ايه بقى ليه بقى لازمه الغلط ليه؟ وتعملي عداوه بينهم وانت كرامتك ناقحه عليكي؟ ده انت الاساس، يعني انت اساس المشكله. كرامتي ايه ام كرامه؟ واللي ظلمتوها واللي جيتوا عليها دي وغلطتوا فيها حرام طبعا. تهتزري ورجلك فوق قفاكي. انت غلطانه يا ماما، حتى لو قال لك روح اعتذري لهم تعتذري لهم. وغلطانه غلطانه غلطانه. وهو غلطان ان هو مشي وراكي وجه على اهله عشانك. ازاي هو يصدق اصلا على اخته الكلام ده؟ كرامه ايه يا ام كرامه؟ وهو حقه ان يعمل معاكي مشكله، يعمل معاكي موال، من حقه. ان انت وقعتي بيني وبين اهلي من حقه. فانت لمي دورك وروحي اعتذري ولمي دنيتك، وحتى لو غلط هو هيبقى برضه من حقه. لمي دنيتك وانت غلطانه عشان الدنيا تمشي. لكن تاخدي عليك وتمشي وانت غلطانه وبجحه؟ لا طبعا. روحي اعتذري انت وهو وتسمعوا اللي تسمعوه، مش من حقك تتكلمي. ده انت وجعتي قلبها. طلعي حراميه عيب في بيت اخوها، واخوها كمان يعيس على هيستك. ده انيل. فانتوا قولوا لنا رايكم في الكومنتات ايه، وصلوا على النبي يا جماعه، ولايكات بالله عليكم بقى. حتى الفيديو مش عاجبكم لايكات ايه المشكله؟ الريت شويه خالص. يلا صلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.